السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم عارفين يعني ايه الجواز السوري. الجواز السوري والجواز المصري والجوازات العربية كلها ضعيفة وبتاخد رفض. القصة بتاعتنا النهاردة من المملكة العربية السعودية. شخص فلسطيني متزوج سورية، فاتصل بيا قال لي احنا عاوزين تأشيرة لزوجتي. وبعدين احنا قلت له تمام. قال لي التكلفة، قلت له كذا. عملت له خطة سفر زائد دعوة، وقدمنا له الملف وكله تمام. فتفاجأت يوم الجمعة اللي فاتت قال لي السفارة طالبة مقابلة. قلت له تمام، طلبت مقابلة، لو سألك كذا تقول لها كذا، لو سأل كذا تقول له كذا، لو سأل كذا تقول له كذا. فالحمد لله المقابلة كانت 4 دقايق. والحمد لله النهاردة جوزها بشرني اللي هو خد التأشيرة. فزي ما تسمعوا دلوقتي، مع ما تسمعوا يكون انا خلصت شغلي اللي عندي. حج عمرو، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. طمني عنك. بقول لك، الحمد لله زوجتي طلعت لها موافقة، توافقت على الفيزا. حاليا نشوف موضوع أنا والأولاد. إيش في أفكار عندك؟ إيش ممكن نقدم؟ كيف ممكن نقدم؟ حبيبي يا عمرو، أكيد تستاهل كل خير أنت. بس هظبط لك إياها يعني وأبعت لك فيديو، بس إنه نصبر شوي، خلينا نحجز كده وخليها تتوكل على الله. فما يجيش واحد يقول لي يا عمرو انا هدفع بعد التأشيرة او تأشيرة بالضمان، لان ده مش شغلي. انا بقدم ملفك وبظبطه وبعمل لك دعوات بتفيد جدا قدام القنصل، وبنظبط الدنيا معاك. فاي حد محتاج خدمات بيدفع حقها مقدم. مفيش حاجة اسمها بعد التأشيرة او بعد ما تعمل. انا باخد فلوسي كاش. فنكمل زي الفيديو. ما سمعتوا كده، رجعت لكم تاني. اولا، اي شخص محتاج خدمات لوجستية يتواصل معايا، سواء تقديم ملفك للسفارة زائد ارسال دعوات سياحية وتجارية وخطة سفر، تقديم ملفك اخذ موعد للسفارة. بخدمك من البرازيل للعالم اجمع. تمام. تاني نقطة عاوز اوضحها، في ناس كتير بتبعت لي وتقول لي يا عمرو عاوزين تأشيرة بالضمان. انا مش قنصل، انا بقوم بشغلي لنجح ملفك بنسبة 97%. براجع ورقك، بشوف نقط الضعف واقول لك عليها، بظبط لك الدنيا تمام عشان ناخد اكبر نسبة قبول. تمام. وبنشتغل على الملف بتاعك، ولكن قرار التأشيرة من القنصل والسفارة مش مني. انا بعمل خدمات لوجستية متكاملة. تمام. براجع ورقك، بظبطه، بقول لك نقط الضعف، بعمل لك دعوة سياحية او تجارية بتفيد ملفك جدا. تمام. وخطة سفر بتفيد ملفك جدا. فالحاجات ديت بتاخد 4 ايام عمل. فاي حد محتاج خدمات لوجستية تواصل معايا، وان شاء الله دمتم في احسن حال ورمضان كريم. ففي اشخاص تانيين بتقول لي عمرو هدفع بعد التأشيرة. انا ما باخد فلوسي كاش. تقول لي يا عمرو عاوز كذا، اقول لك ادفع هعمل، لاني انا ما باكلش حد. تمام. انا بقوم بشغلي وبدي الناس حقها. تمام. فمعنى ذلك اللي انا بقوم بشغلي وماليش هاكل فلوسك. انا اقل فسحه لما احب اتفسح بروح لندن، ايطاليا، فرنسا، دبي، بروح الصين. فانا مش هبص على الفلوس بتاعتك يعني. فاي حد محتاج خدمات يتواصل معايا. ابو عاص رمز كمت ابو سرور رمز كمت ابو وجع رمز كمت ابو وجع سخرو رمز كمت ابو رمز كمت ابو تجعت رمز كمت ابو شفت يمنا رمز كمت ابو مري رمز كمت ابو نخت رمز كمت ابو رخت
نرمس كمت ابو الحتة نرمس كمت ابو